بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة. ما قبش معاكم نكتب كلكم؟ نكتب بس بعدك. باب المياه. عدم ما يقرأوا العمياء والطالبات قولي لهن، الطالبات يتصلن بي أقول كم عددتن العجل اشرح لهن أن يحولوا لهم بالكتب. قد حولوا مع الجميع. كتاب الطهارة. باب المياه. مسألة: الماء طاهر وغير مطهر، والطاهر طهور وغير طهور. فالطهور هو الماء المطلق الذي لم يشبه ولا لاقه نجس أو طاهر غير ريحة أو لون أو طعمه ولم يستعمل في تطهير الأعضاء. والطاهر الذي ليس بطهور ما شابه طاهر سواء فغيره. والنجس كل ماء قليل شابه نجس أو لاقاه، قليلا كان النجس أو كثيرا غيره أو لم يغيره، أو كثير شابه من النجس ما غيره. الماء ينقسم إلى 3 أقسام: طاهر مطهر، وهو الماء القراح يجوز لنا أن نتوضأ به الوضوء الشرعي أو نغتسل الغسل الشرعي. الماء القراح يسمى طاهر مطهر، وهو الماء الصافي الذي لم يتغير لا شم ولا طعمه، لا بنجس ولا بطاهر ولا بشيء. هذا هو الذي يتوضأ به والذي يغتسل به الغسل من الحيض والغسل من الجنابة والغسل من النفاس، يجب أن يكون قراح. الثاني يسمى طاهر غير مطهر، الذي قد تغير إما بالقهوة أو تغير بالماء ورد أو تغير بالجديد أو غيره. فإذا قد كان معانا تنكه ماء ولكن قد تغير بالجديد أو بالزبيب أو بالماء ورد، هذا يسميها العلماء طاهر. هذا يسمى طاهر غير مطهر، يعني لا يجوز لك أن تغتسل به للجنابة ولا للحيض ولا للنفاس ولا لشيء، ولا تتوضأ به للصلاة ما دام وليس بالماء القراح، وإنما هو ماء متغير بطاهر. هذا مذهب الجمهور من العلماء العادوية الزيدية والشافعية والحنبلية والجمهور من العلماء. ويروى عن أبي حنيفة أنه أجاز أن الإنسان يتوضأ بالماء الطاهر المتغير بالماء ورد أو بالزبيب أو بالجديد أو بغير ذلك. هكذا يروى عن الإمام أبي حنيفة. ما هو دليل؟ الحديث الذي في سنن أبي داود أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: ائتني بماء، فأتاه بماء فيه تمرة، فنزع النبي التمرة وقال: ماء طهور، تمرة طيبة وماء طهور، ثم توضأ منه. قال الجمهور من العلماء في الرد على هذا الدليل من وجهين: الوجه الأول من ناحية الرواية. ما هو من ناحية الرواية؟ أنه في سنده ضعف، والحديث الضعيف لا يحتج به في الأحكام الشرعية. ثانيا هذا الماء ما قد تغيرش، والدليل على هذا أنه أخذ التمر وقال: تمرة طيبة وماء طهور. ونحن في الماء الذي قد تغير بالزبيب أو بالتمر بالورد حتى تغير طعمه أو شمه أو لونه. فالصحيح هو أنه لا يكون للإنسان ماء شرعي إلا إذا قد كان طاهر غير متغير بشيء من الطهارة، بغير شيء، اللهم إلا إذا كان متغير بالطيب مثل الشيء فهو طاهر،
أو بالأشجار التي في الطريق. انقطع. شوف الصورة. بس واحد أنا مثل ما يا أخي ذات مقطوع الصوت. أيوة. يعني شغال من الصورة. بارك الله. ها؟ بما بتتصلوا بنا ودي أشهر. لا لا يعني. كيف الآن؟ خير إن شاء الله. فالواصل. هذا أما إذا قد كان متغير بالتراب فهو من الضروري أنه يخضم بين التراب أو بالحمرة إذا خضي من الأرض حمرة. بعض الأنهار أو بعض السيول تمشي من أرض غبرة أو حمرة أو رمادية فيتغير. هذا لا مانع أن تتوضأ بالماء المتغير بالتراب الأخضر أو بالتراب الرمادي أو بالتراب الأحمر أو الأصفر أو غيره لأنه من المطهرات. هكذا قال العلماء ما كان متغيرا لأن التراب نفسه مطهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوا 7 إحداهن بالتراب فهو من المطهر. وإذا كان الإنسان لم يجد ماء يتوضأ أو يغتسل فيتيمم بالتراب ما دام هو من المطهرات فلا مانع أن نتوضأ بالماء المتغير بالتراب الأخضر أو التراب الرمادي أو الأحمر أو الأصفر أو غيره. إذا تغير الماء بالتراب فلا مانع للإنسان أن يتوضأ أو يغتسل منه الغسل الشرعي. الثالث النجس. ما هو النجس؟ نعم. السلام عليكم. نعم. وعليكم السلام. لأن التراب هو نوع من المطهرات ولهذا نتيمم به إذا لم نجد ماء. وكذلك يعني نغسل ولوغ الكلب بالتراب. هكذا قال العلماء في المذاهب كلها. كمانتين حسب نضرب لكم كتب. كم عدد؟ كمانتين يا معشر الطالبات. عددهن؟ سبع. 8. أنا شاكون أجي من ساعة 7 وانتين اكتضب طالب العلم ما يشتي لأن عد معي عمل أنا بين أقري في المعهد. شاكون أجي أقريكم من ساعة 7 بالضبط إلى ساعة 9:30 بالضبط. وبعدها من يشتي يذاكر من يشتي ينسخ من يشتي يكتب. ما بش بيننا راحة. الراحة ما بلا بيدنا بضوء الطلبة وبشتين قبل راعيهم وندورهم في أمان الله. ذا الحين نشتي نقول لكم ما هو النجس. ما هو الماء المتنجس. العلماء يقولون جمهور العلماء قالوا إن كان كثيرا فلا تقطع فيها النجاسة وإن كان قليلا فإنها تقطع فيه النجاسة. إذا كان قليل فبمجرد ما تقع النجاسة فيه ينجس ولو لم يتغير شم ولا طعم ولا لون. مثلا تنك ماء أو لجن جاء طفل باع قدرتين فيه شميناه ما قبش شم طعمناه ما بش فيه يعني رأينا اللون ما تغيرش ما حكمه. يقول جمهور العلماء منهم الزيدي والشافعي والحنفي وغيرهم قالوا أنه نجس ما دام وقد وقعت فيه النجاسة سواء كانت أثرت فيه أو لا. أما إذا قد كان الماء كثير مثل المرجو والماجل والبركة وغيرها
فإنه إن تغير الشم أو الطعم أو اللون فإنه نجس. أما إذا لم يتغير الشم ولا الطعم ولا اللون فلا ينجس. فالماجل الذي في البلاد أو البرك نشمه إذا قد كان الشم أو الطعم أو اللون فهو نجس، وإلا فلا. أما إذا قد كان الخزان أو البرمي أو المرجو الصغير أو اللجن أو غيره وقع فيه نجاسة فإننا نحكم بنجاسته مطلقا، سواء شمينا أو طعمنا أو لم نشم أو لم نطعم. هذا هو الماء الذي ماء الكثير. ولأجل هذا صنف الشوكاني كتاب السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، وبعد رد عليه ابن حريوة في كتاب الغضمضم يعني البحر التيار المطهر لحدائق الأزهار من أرجاس السيل الجرار. قالوا للشوكاني ابن حريوة كذلك بيألف ضد السيل الجرار، قال ما سماه؟ قال سماه الغضمضم وهو البحر الكبير. الغضمضم التيار يعني القوي، ومنه التيار الكهربائي يعني القوة الكهربائية. قال الغضمضم التيار المطهر لحدائق الأزهار من أرجاس السيل الجرار. قال قولوا لك قد غلط وخالف كتاب الأزهار بنفسه الذي أي بطهره. أليس ما في مثل الأزهار أن الماء الكثير ما عاد يتنجس؟ كذا الماء الكثير ما عاد يتنجس ولا شيء، وهو منصوص على في الأزهار، وعاد يصل ويأيد هذا المسألة. فعاد أول غلطة في باب المياه في أول الكتاب، لأن الماء المستبحر هذا، فالماء المستبحر الكثير هذا. أما مذهب السيد محمد الأمين صاحب سبل السلام فإنه قال، وهو مذهب الإمام يحيى بن حمزة، أن المدار على الشم والطعم واللون سواء كان في القليل أو في الكثير. ولهذا قال إذا شيب اللجن أو تنكة وقع فيها قدر ماء وشرب وجينا شمينا ما بس الشم، طعمنا ما بس الطعم، عملنا كل شيء، خلاص طاهر عند الإمام يحيى بن حمزة وعند الإمام شرف الدين وعند السيد محمد بن إسماعيل الأمين. يقول هكذا قالوا المدار عليه. لكن الجمهور من العلماء قسموا الماء إلى قليل وكثير، وقالوا القليل والكثير كله سواء، إلى حد أنهم قالوا ولو لم يتغير شمه أو طعمه أو لون ما دام وهو قليل. هذا هو خلاصة باب المياه. ولهذا يقول المؤلف والنجس كل ماء قليل شابه نجس أو لاقه، قليلا كان النجس أو كثيرا، غيره أو لم يغيره، أو كثير شابه من النجس ما غيره. فالمؤلف ها هنا قيد الكثير بأنه إذا غيروا وإلا فلا، بينما القليل قال سواء قد كان تغير شمه أو طعمه أو لونه أو غيره. فلهذا هذا هو مذهب الشافعية والهادوية والجمهور العلماء، لكن بيختلفوا ما حتى القليل وما حتى الكثير. وعاد كنا نقرأ وعاد احنا صغار أن الماء ينقسم إلى 7 أقسام. أول ما قرأت وعدني في 14 سنة أو 13 سنة أول درس في باب المياه، قال لنا الشيخ أن المياه تنقسم إلى 7 أقسام. 3 من السماء وهي الأمطار والثلوج والبرد، هذه تجي لنا من السماء. و3 من الأرض وهي الآباء والأنهار والبحار، هذه تجي لنا من. والسابع ما هو السابع؟ شتي لكم السابع، شتي لكم واجعلهم باب الألغاز. شو تلغوا الطلبة وتلغزوا أو الطالبات تسوي لهم لغز، تقولوا 7 أقسام المياه. 6 قد عرفنا 3 في الأرض وهي الأنهار والبحار والآبار، و3 في السماء
وهي الأمطار والثلوج والبرد. ما هو السابع؟ يخرج من الإنسان. عساه أنت كذلك من العام الماضي. ما قسمته والله ما قسمته. ها؟ ما قسمته. أنت ارجع نشتي للجداد والذي البول يعني. بول الإنسان؟ لا الماء الطاهر الذي أشربه وتتوضأ به. السابع ماء طاهر، هذا ما هو. هذا احفظوا لأجل يتعجزوا الذي يتخلفوا وتتولهم في البلاد مش تتول قصاص. إذا عجز. نعم. ما الماء العاجل؟ لا العاجل هو إما من المطر أو من السيل أو من الثلج أو من الأنهار أو من البحر أو من الآبار. راعي ما لكن عجلان. حتى نسيت حاجة بدأتي لك السؤال هذا لأجل هذا، لأن رآتي بعد الطرف أردت من المنساك بلا تعب مته له وتحفظ كلكم ما لاقيتي عجلة. لأن احنا نشي يكتبوا بعده. إيه الجواب الضوء السابع من أنواع المياه هي المياه التي خرجت من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، الوارد في الأحاديث الصحيحة أنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات وأراد الماء ولم يوجد ماء فوجدوا امرأة مشركة فقالوا لها تأتي الماء فرفضت أن تعطيهم الماء. قال النبي حين الماء عاروا لها الماء، والنبي أدخل يدها الشريفة بين الماء فكان الماء يخرج من بين أصابعه لو ما اختلفوا لو ما كذا، وبقي الماء بذاتها الأصلية هذا فالاستاء. هذا هي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردتوا أن تعجزوا واحد قولوا عدشي بالماء غير هذا الأشياء، يقول لك ما عدش غيره، قل إلا عدمه، فيقول ما هي؟ يقول لها هذا سين طالع في كتب التاريخ، كتب السير، كتب الحديث، كتب المعجزات وستجد ذلك. قال مسألة والفرق بين القليل والكثير من الماء. قال والكثير والماء الذي جرت العادة في مثله ألا يستوعب شربا وطهورا كالبيار النابعة والأنهار الجارية والبرك الواسعة، والقليل ما دونه. القليل عند علماء المذهب الهادوي ما ظن استعماله باستعماله. هذا المكان لو هو ماجل ودخلت في الزوة هذا توضيت فيها والنجاسة في طرفه ما عاد تتحرك، هذا يسمى كثير. وإذا أنت تتوضأ في البرجو الذي فيه المسنى، عندكم مسانين، المسنى أو في الخزان الكبير أنت تتوضأ من جانب والجانب الثاني يتحرك، هذا يسمى جليد. قالوا ما ظن استعماله باستعماله يعني ما يتحرك بتحركه فهو قليل، وما لم يتحرك بتحركه فهو كثير. هذا كلام أهل المذهب الهادوي. مسألة قال ولا بأس بالتطهر بسائر جميع ما أكل لحمه، وهذا إذا لم يتغير باللعاب. إذا شربت البقرة أو المعزة أو الشاة وفلتت الماء تركته وأن تجي لا مانع تشرب أو تتوضأ بباقي الماء الذي في اللجن أو في الصح، ولو قد شرب منه ما يؤكل لحمه مثل الغنم والبقر والمعز والإبل وغير ذلك. وهكذا نقول ما لم يؤكل أيضا، فإذا شرب الحمار أو البغلة أو الحصان أو غير ذلك لا مانع أن تتوضأ بالباقي. لماذا؟ لأن الأصل في كل شيء الطهارة، لكن فرق نجعل المسألتين لأن بعضهم بخالف. مسألة قال ولا بأس بسور الخيل والبغال والحمير وغير ذلك من البهائم. مسألة وقال وكذلك سير الجنوب والحائض إلا أن يتغير